رجل أزعج الشيطان، فكانت أسراب الجن تدور حول سليمان، لكنهم يطلبون رجلا ليس بسليمان، فهو يملك سر العالم والجان. آصف بن برخي الذي تحدثنا عنه في المقطع السابق تتقاطع عنده كتب التاريخ والأديان والروايات والقصص، وأشهرها اعترافا تفسير لابن عباس عن حديث في النساء. اللافت أن سليمان عليه السلام لم يسمح لأحد بكتابة أسرار مملكة الجن، ويبدو أن الخازن السري آصف هو من كان يكتبها ويفقهها أيضا، لأنه عالم بني إسرائيل الأول. وكما قيل فإن اختلاف تحديد ما إذا كان إنسا أو جنا، فيبدو من حواره مع سليمان يوم عرش بلقيس أنه ليس العفريت، فالقرآن ذكر العفريت وذكر شخصا يملك علم الكتاب الذي حجب عن الجميع. وهنا الشياطين كانت بانتظار سقوط سليمان ووزيره لكي تبدأ قصة جديدة. ترقبوا المقطع المقبل ولا تنسوا مشاركة المقطع ودعمنا بالاشتراك والتفاعل.